السلام عليكم البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم كاملين في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي اقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي شوصو بواحد العجينه اللي كتجي مرقه رائعه بزاف، بواحد الحشوه ديال بالجبن كتجي اكثر من رائعه. ديما كنخدمها صراحه الكلينات ديالي وكيتنال الاعجاب ديالهم وكتعجبهم بزاف. فخليكم معايا ان شاء الله نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه على بركه الله غنبداو بها هي العجين. بالنسبة للعجين هنا عندي تقريبا 6 الكؤوس ديال الدقيق، غادي ندير معاها 250 غرام ديال الزبدة. غادي نبسبس مزيان داك الدقيق مع الزبدة، من بعد غادي نضيف الملح. المهم أنا عندي هنا معلقة صغيرة، داكشي علاش كما شفتوا أنا درتهم جوج صغيورين بزاف. هنايا عندي تقريبا معلقة ونص تقريبا ديال الخل صافي والما باش غادي نعجن هاد العجين. الماء بارد طبعًا، تقريبا خدات ليا هادي كاس ونص ديال الماء. العجين يكون شوية قاصح ما يكونش رطب، نحطو في الثلاجة يرتاح شوية وندوزو على بركة الله نوجدو الحشوة. في المقلاة غندير شوية ديال الزيت مع بصلة مشلضة غنشحرها مزيان تتهبط لينا ديك البصلة مزيان، وغادي نضيفو لها صدر الدجاج المقطّع أولا دانت اللي متوفر عندكم، نشحروهم مزيان مع بعضياتهم. صافي ها نتوما كما كتشوفوا ملي كيتشحروا مزيان عاد غادي نضيفو قبيصة ديال الملح، وغادي نضيفو كذلك إبزار، وغنبداو كذلك نكمّلو حتى يطيب لينا داك الصدر ديال الدجاج ديالنا. هنا من بعد ما طاب غادي ندوزو نسموه. هنا أنا غادي نسمو غير بالزعتر، لأن الزعتر كيجي زوين بزاف في هاد الحشوات. صافي غادي نبدا نحرّك بهاد الطريقة هادي حتى نتأكد أن الدجاج ديالنا طاب مزيان، يعني خدا داك اللون اللي بغينا، في نفس الوقت يكون دخلو الطياب. صافي هنايا من بعد ما طاب لينا الدجاج غادي ناخد تكون العافية تكون باقا يعني ما طفيناش، غادي ناخد هنايا 2 معالق ديال الجبن. أنا هاد الجبن اللي كنستعمل هو هذا، يعني زوين بزاف كيعجبني بزاف في هاد الحشوات، كيجي بنين وكيعطي واحد اللذة زوينة. نتوما تقدروا تستعملوا أي جبن كان متوفر عندكم. هنايا كما قلت لك كنستعملوا 2 معالق وكنبداو نحرّكوا، حنا كنحرّكوا والعافية باقا مشعولة يعني على المقلة ديالنا حتى كيذوب لينا داك الجبن مزيان، يعني وكيندمج مزيان. وصدقوني هاد الحشوة راه كتجي زوينة بزاف، واحد المذاق كيعطيها داك الجبن مع الزعتر راه رائعة. الصراحة راه ديما مطلوبة عندي في لي كوموند اللي كنخدم كيطلبوها لي الناس بزاف وحتى لديوركم. وديك العجين كذلك راه واحد اللذة كتعطي، كتجي داك لي شونسون مقرمشين يعني ما كيجيوناش معجنين. صافي هنايا من بعد ما درنا داك الجبن صافي غنطفيو عليها ونخليوها تبرد مزيان، لأن ضروري تبرد لنا الحشوة وندوزو باش نطلقو العجين ديالنا. هنا غادي ناخدو إما 2 بلاستيكات ولا ورق الفرن اللي متوفر عندكم، وغادي نرشو الدقيق ضروري لأن العجينة غتبدا تلصق شوية، واخا يعني حنا قصحناها ولكن ضروري. وصافي نطلقو بالمدلك، الطريقة ساهلة. ضروري خصنا نطلقوه مزيان مزيان داك هاد هاد العجين ديالنا، لأن إلا خليناه غليظ ما غيجيناش لي شوصو زوينين. فغادي نطلقوه هانتوما كما كتشوفوا ها السمك ديالو. صافي غادي نقسموه هنا على شكل طولي، غادي نحيد هاد الجوانب هادو ما نرميهمش ولكن غنحتفظ بهم ونعاود نطويهم باقا نخدم بيهم. صافي هاكا كما كتشوفوا يعني الطريقة راه ساهلة وبسيطة. غادي نحط الحشوة معلقة ولا معلقة ونص هكاك من الحشوة. هنا عندي غادي ناخد بياض بيضة والصفر غنحتفظ به لأن باقي غنحتاجو. غندهن بيه هكا بهاد الطريقة هادي في الجانب باش تلصقوا لنا داك لي شوصون يجيونا ما يتفتحوش لينا. صافي وغنضغط مزيان باش ناخد الشكل اللي أنا بغيتو في نفس الوقت تلصق لي داك العجينة. صافي وهنا غادي ناخد هاد السيركل هذا منه كيساعدنا كيعاوننا في التقطاع وفي نفس الوقت كيعطينا يعني الزواقة كتجي زوينة. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي شكل ساهل وعملي الصراحة. أنا نخدم معاكم وحدة أخرى، يعني هاد الجوانب كما قلت لكم راه ما كنرميوهمش كنحتفظوا بهم باقي كنخدموا بهم. هنايا كما قلت لكم كنديروا شوية ديال الحشوة وكنديروا بياض البيض وكنضغطوا مزيان. صافي كنقطعوا بالساخن ديالنا غادي نكمل كلشي حتى نكمل العجين ديالي كامل وغنستفوه هكا في شي لاطة. وراه ما شاء الله هاد العجين راه كتخرج تبارك الله يعني كمية اللي هي كتيرة. غادي ناخد واحد الكيغدو غنتقب هكا 2 تقيبات في كل حبة باش ما كيتنفخش لينا أكتر من القياس.
وهنا داك الصفار ديال البيضة غادي نضيف له شوية صلصة الصوجا وغادي ندهن به باش يعطينا داك اللون. الطريقة راه كيما قلت لكم ساهلة وبسيطة وموضحة. نرش هنا شوية ديال البافون، نتوما اللي متوفر عندكم جنجلان أو ممكن ديرولهم غير هكاك وندخلوهم الفرن على عافية مهيلة غير حتى هو نتلاقاو إن شاء الله. هنا من بعد ما طابو تحمروا لنا، ها نتوما كيفاش كيجيو زوينين بزاف، وها نتوما شتي ديك العجين كتجي رائعة الصراحة، بنينة بنينة لواحد الدرجة كتير بزاف. ها نتوما كيما كتشوفوا ديك التقرميشة، راه غير جربوها في هاد رمضان. وتا الحشوة من الداخل شوفوا كيفاش كتجي بنينة بزاف ورائعة الصراحة. كنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها. أنا خدمتها هنا كوموند لواحد الكليانة ديالي وصراحة عجبتها بزاف. هنا من بعد ما استفتها لها في الكرتونة ديالها، شوفوا كيفاش كتجي ديك الجوانب ديال لي شوسو كيجي عاطي واحد المنظر زوين. فنتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم في هاد الأيام. هنا كما قلت لكم أنا خدمتها كوموند مع بزاف ديال الغاية بريوات ليكيش بزاف ديال الحويجات. فنتمنى أنا الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الأحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس اللي كيزوروا قناتي أول مرة ما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. وإلا عجبكم بحال هاد الوصفات خليوهم ليا في التعاليق باش نشاركهم معكم إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو قادم.